كلمة وجهها لهم بالخصوص. نوجه إلى الشعب الليبي، والحمد لله ونحن اليوم في عهد ثورة 17 فبراير أن يفك أسر، نطلب من الله أن يفك أسر وقيد كل المعتقلين والمأسورين من قبل ميليشيات خارج الدولة، ونطلب من الله أن يرجع المهاجرين إلى ديارهم، والمصالحة بين الإخوة الليبيين من الشرق إلى الغرب، ونحن كلنا في أسرة واحدة، ونحن ما فيش فرق بين واحد يسكن في زلطن والثاني يسكن في بنغازي وإلا في مساعد وإلا في طبرق وإلا في إغدامس. نحن أسرة متصاهرة، أسرة متماسكة، أسرة عائلة واحدة، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل في من قام بهذه الأفعال حتى أصبحنا بهذا الشيء اللي الآن موجود. آخر شيء نبي نقول لك، أنت مع أن أي شخص لو كان مذنب يتعاقب، لكن عن طريق الدولة مش عن طريق أشخاص يعني. نحن لا نقول إن نحن فوق القانون، نحن تحت القانون، نحن تحت مظلة ليبيا وتحت مظلة القانون الليبي وتحت مظلة 17 فبراير، وليس تحت مظلة ميليشيات تغتنم في فرص هذه الأشياء حتى تزداد الفتنة وحتى تزداد هذه المشاكل اللي الآن احنا فاتحين. هل اتصل بيك الخاطفون؟ هل تم الاتصال بيك؟ ما تدس الشيرة والليبيين يبقوا يسمعوا كل شيء، يبقوا يسمعوا الحقيقة. في نفس اليوم اللي وقعت فيه الواقع اللي هي يوم 11 اللي هي يوم 30/11، عندما سمعنا احنا باختطاف ابننا، قمنا بالبحث عليه، وردتنا معلومات مؤكدة ان ابننا الآن موجود في منطقة زوار. عندما احنا انطلقنا للبحث عن أخينا أو عن شقيقنا، لا استطعنا أن نقوم بأي ردة فعل إلا أن احنا عندما اختطفوا أو ابننا مشينا احنا خذينا بديل لابننا 6 من عنده. عندما مسكناه انطلقت كل الأعيان والمجالس المحلية والعسكرية في كل المنطقة من الجميل ورقدلي وزلطن، وتنادوا المجلس المحلي والعسكري نتاع زوارة، وجونا هنا لزلطن وردوا لنا بأن هذا الراجل ما هوش موجود عندنا، واحنا ما اخطفناهش وما عندناش الكلام هذا. وبعد لحظات قالوا هذا جاي أمر قبض من الدولة الليبية، واقنعونا بهذا الكلام. بعد لحظات بدوا هم يعني نقولوا احنا بالعامية حتى كل واحد يفهم ما معنى الكلام، بدوا هم يحكوا مع بعضهم في زوارة باللغة اللامزيغية بتاعهم هذه. بعد لحظة قالوا ها هو بيكلمكم خوكم. اتصلوا بواحد اسمه فايق، هم زوارة فايق منهم، فايق العكاك. عندما اتصلوا به قالوا هو بيكلمكم خوكم. فعلا خذينا التليفون وكلمنا اخونا من قبل السي فايق هذا، وحكينا معاه وشيني حالك انت وشيني كذا. وطبعا في اللحظات اللي هو موجود فيها يعني يقولوا احنا في نفس الوقت الولد حسينا به انه هو متضايق وحاجه من الكلام هذا ومن الشيء. فطبعا احنا غير بمجرد ما سمعنا صوت خونا تريحنا نفسيا، وقلنا ما دام هو طبعا ما طالبات الدوله ما احنا اطلق سراحه ولا طلقناهم الناس هذا. فقالوا لنا طبعا قالوا لنا الراجل هذا عندما انتم تبوا تكلموا اخوكم كلموا الراجل هذا يعطيكم الولد كلموه. بعدها حوالي 3 ولا 4 مرات كل ما نبوا اخونا نقولوا نطلبوا في فايق اعطينا ناجي. وين؟ يقول هو اعطوه يكلم فينا. وين انت يا ناجي؟ يقول انا في معيتيقه.
لكن هل هو في معتيقة هل هو برا من معتيقة احنا ما نعرفوش، لان فيه بيننا تليفون ما نشوفوش بعيوننا احنا. خلاص قعدنا احنا نبحثوه، قعدنا نسأله، قعدنا ندخلوا لين وصلنا للمكان اللي تو موجود فيه ماشي، اللي هو كتيبة تأمين طرابلس في الفرناج. يعني معلش انتم قابلتوه ولا ما قابلتوش اخوك؟ قابلناه مرة واحدة وقال لكم انني كنت في زوارة. ايوه وحكى انني موجود في زوارة، والافعال هذه طبعا اللي صارت له واللي كلام هذايا انه هو تمام. ايوه. يعني انت تو تبي الدولة هي اللي تاخذ حق اخوكم ويرجعوه، ولو كان هو لو لا قدر الله يعني انه هو مذنب في شيء معين الدولة هي اللي تحاسبه، واذا كان هو بريء يرجع لكم بسلام وخلاص. يعني طبيعي يعني نحن الدولة الليبية نحن كان لو نقولوا مش الدولة الليبية تاخذ الحق من الظالم على من حق المظلوم على الظالم، فمعنى ذلك ليش نقول الدولة الليبية؟ بارك الله نحن الدولة الليبية هي أمنا وأبونا يعني في كل الأحوال. بارك الله فيك، ونتمنى أن قناة الجميل تقدر توصل الرسالة هذه للدولة الليبية ويعرفوا حقيقة أخوك اللي هم قاعدين يقولوا أنه هو هذه صور قديمة وغيرها. نشكروك. أنا في آخر الكلام اللي مختصر أن أخي إذا كان أن هو الأفعال هذه قامت قبل 17 فبراير في أخينا موجودة يمشوا يأخذوه ويعرضوه على الطبيب الشرعي، وتحدد الكذب من الباطل، تحدد الحقيقة من بارك الله الكذب. بارك الله فيك، جزاك الله خير.